بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما عونك يا معين وبك نستعين الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد هذه سعادات المريدين في أمداح خير المرسلين عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلام من رب العالمين نكون بها من أكرم القادمين وهي لعبد الله تعالى وخديم رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم محمد ابن محمد ابن حبيب الله حفظه الله تعالى في الدارين وفقه وتولاه تولى بمكان دباء الله تعالى بجاه الممدوح صلى الله تعالى عليه وسلم عام 11 و300 وألف من هجرة من لم يسكن المدون في مسكنه ذلك إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى بخدمته صلى الله تعالى عليه وسلم ومنها الرائية وهي هذه قلبي له في تعب الجسم تكرار لأنه للهدى والنور جرار قلبي له في عتاب الجسم تكرار لأنه للهدى والنور جرار يلوم جسمي ذهبا في الجلوس بلا علم ولا عمل والنفس غرار ما زال للخير يدعو ويسوم ولسعادة الأبد بإذن ربي والمبوس مبرار أنا جسمي أما القلب يطلب من المناقب تسبيح وإسرار فاليوم وجهت وجهي تائبا أبدا لله توبة من أدناه غفار بمن علي لتركي ثوره بمن يقدمني في ثور روضتي بعيدان من قول من بالعرف أمان زر من تحب وإن شتت بك الدار وعلى من دونه سهل وأوهام لا يمنعنك بعد من زيارتي إن المحب لمن يهواه زوار إليك قد تبت من قولي ومن عملي ومن جميع الذي قد كنت أختار وجهت وجهي إليك اليوم ملتمسا منك التجاوز عما خاب أوزار وجهت وجهي إليك اليوم مرتجيا كوني لديك كمن حجوا ومن زاروا هب لي بفضلك يا واو يا مالكي كوني لديك كمن بالروح زوار بجاي حيث ما زاد تقاربه شمس تخالفها في سوي أغمار أو أنه عندهم فيما يرى بصر بحر حواليه آبار وأنهار للبدر نور عظيم يستنار به لكن إذا لم يكن لشمس إزار للخسب طول لدى حين له نزلت لكن إذا حوله لم تنبت أشجار يكون للبير ماء تاب مشربه لكنه من خليج البحر أقدار
الطل ماء ولا كالوبل منسجما ولا تجار الندى بالماء أمطار ذاك الملاذ الذي أرجو نجاة به دنيا وأخرى فليني أولو جار وهو الذي بما جسمي عن جهالتي لكن لساني له كالقلب زوار له علي لوجه الله دين سنم مستحسن كل عام يوم يختار وهو النجيب الذي في وصف خلقته وخلقه قيل الأشجار وأشرار ولم يجي من ذوي الإبلاغ والبلغاء بالسجع والشعر مما أعز معصار وكلهم سحره نور وأسرار ومبلغ العلم في أنه بشر وأنه دونه عقل وأفكار فلا تقيس ابن عبد الله بالفضلاء إن الكواكب يخفيها سنمار رسول الله قرار إلا يديه لا سعي تلازمون بذل وبأس لمن لانه ومن جاروا له من العلم ما لم يروي بشر أو جن أو ملك وصدر مسعار له لدى الله سر لا يطالعون بالكد والحلم رهبان وأخبار فالغيث من سكب جود البر ذو خجل وليس غاب لخوف منه فرار له من الحلم ما لم يهوي جبل لاغ الأذى في البرايا وهو صبار إن الرسول لسيف يستدعى به مهند من سيوف الله بطار للكل من جملة الأخيار مرتبة لكنما أحمد المختار مختار سلام عليه في الجار قدمه مسلما بالقضاء ويختار ولا لمن بتساس أنا شرفا لأنهم للورى سادات أخيار وسبه الخر من أخرانهم سبقوا إذ بعضهم هاجروا والبعض أنصار لهم لدى الله تخصيص بما سفروا هم النجوم لقوم في الدجى ساروا لهم لدى الله تنوير سفاهلا إذا يرى الكل أدناس وأقدار بالنصر للخلق والإيمان قد جبلوا طرا وخفض الذي أعلن كفار والصف والحلم دابا للجميع كما كانوا يديمون تقوى حيثما داروا لا سيما الخلفاء صديقهما عمر عثمان وعلي نعم الأبرار عليهم رضوان الإله كما قد استناروا في نور منه الأنوار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن يسب اليوم عني ذنب والآر سألت ربي بالمختار ثم بهم ألا يروم انخفاضي دار أشرار سألت ربي بالمختار ثم بهم ألا يخاربني بسوء قرار
سألت ربي بالمختار ثم بهم ألا تروم جنابي في غد النار سألت ربي بالمختار ثم بهم ألا يواجهني بالمكر مكار سألت ربي بالمختار ثم بهم ألا يخادعني بالقدر قدار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن تنتفي عن فؤاد اليوم أخيار سألت ربي صلاة منه دائمة أني له ما قوم الآل ساروا سألت ربي صلاة منه دائمة أني له ما من في حبي حاروا سألت ربي صلاة قد تطهرني منه إليه لها نور وأسرار سألت ربي صلاة قد تقربني إليه دنيا كورا مثل من قالوا أمام بكر صديق سيدنا فللجميع من الخلق خيران وبان الإسلام المختار وحدهما بالبيت نحو محل فيه الأنصار إذ أخرجوا بتكذيب وبعدهم مهاجرا لمكان أرضه الدار باتوا بمكر عظيم حول مرصدي والكل منهم بسوء فيه أمار وخابروا بسوء حاسدين له في ليلة سار فيها وهو سبان ووجهوا له فهاجروا إذ يابي فوق تلف وهو كذاب ساقوا سلامة سرا كي يجري حبيب وأن يكون له أجر ومقدار وأمه بجواد كي يفوز بما يؤتى من الأجر ثم ترف خرار وعاهد البر مرات لينقذه حتى يتوب لمن لذنب خفار وحين أبصره صديق زرعين وتحته سيسم بشر فرار وليس عندهما خير الحديث له قال المكرم لا أسل لمن جاروا فسال يلابس الاثنين حينهما أخفاهما النفس والورقاء والقار وفي فدائله آي مفصلة قد انزلت وأحاديث وأخبار باس النبي بأموال وأنكروا بنتا ولم يعده شك وإنكار لم يذهب القبر لم يزل إلى سلام والوالدان مع الأولاد أولاد أمام أسد الفاروق سيدنا ففي مزاياه لا يرتاب ديان وهو المتم ذوي الإسلام يوم هداه وهو المتم ذوي الإسلام يوم هداه وهو المتم ذوي الإسلام يوم هداه بمن به كان للإسلام إسلام والله بلغ بالمعروف سيدنا الحق من بعد أبدل فجار ويوم علم جبريل الأمين وعلى بإذن من هو فوق كل قهار معلما أن الإسلام الفتى من البشرى لأهل السماء والكل يختار به تمسس الدين الله متبعا له فدائل عنها كلت أفكار قد أدب الناس درا بالهدى وهدوا بهدي وبإذن منه الأنصار
وهو السراج لأهل الفوز فيه هدى الحق مع خمر فالفضل مسعى ومن كراماته بعث الكتاب إلى نيل توقف ثم الماء مدران أمن وأمان يزال سيدنا فعلوا في بدمه هذا سعادة والنور ثم له من الرسول خصوصات وأسرار بعد النبي إلى فجر يروم له رضا من الله إذا تبديل كبار هذا ابنتيه ورضوانا ومغفرة إذا قد مت إجهار وإزار وفيه قال النبي عثمان يشفع فيه 70,000 وكل أعطاه النار وهو الذي منه تستحي ملائكة والمصطفى فله قدر بالأقدار ومن كراماته أن سرودا يوما على الدار ظلما وهو صبار سلت ملائكة الرحمن يوم خدا عليه وفق الذي أبدت أخبار ومن خوارقه أن سال من دمه على الكتاب لياد فيه إنسان أمنا برسول الله سيدنا زوج البتول علي فهو مختار له السجاد والإرفان مع شرف والحب والقرب والأنس والجار باب العلوم أبو سبتين ثم له هدى الملا ولخير الخلق الإنسان له أخر رسول الله منزلة منه كانون من موسى لدن سارون ومن شجاعته أنبات متجئا فوق الفراش وحول الدار مكان عليه بردة خير الخلق متكئا ولم يصبه من المكار إدرار مع كون كل عدو بعد يرسو والمصطفى منهم كف الأبصار وأرسل الله جبريل وصاحبه ليدفع عنه ما يبقي من جاره وحينما خرج المختار واجهه بخبدة من تراب والهدار فدائل الصعب عند الله جل وعلا أن أتيها كلت أقلام وأستار سألته جل بالمختار ثم بهم ألا أزال الذي اختار يا ربي بالمصطفى الماهم معصيتي قد عنهم لتسويف وإسرام فليخرج اليوم من قلبي اتباع هوى بجاهي وشياطين وأكدار أصلح لي القلب فلتدخل معرفة والحق والصبر والأولى والإجبار حتى أفارق أفعالا مخباتا مع تلازم ما يخشى به الجار وبالكف صلاة بسلام على خير الورى بجميع لمن هاروا وأن تسوق صلاة بسلام له هني تشمل قوما سووا ساروا وأن تجر صلاة بسلام له بها تزايلني في الحين أوزار وأن تجر صلاة بسلام له بها تلازم قلبي دار أنوار وأن تجر صلاة بسلام له بها تلازم قلبي منه أسرار وأن يلازمني توحيده أبدا وصالحات وآداب وأذكار
وأن نكون بعدي موفيا أبدا بلا التفات إلى ما فيه أخيار وأن نكون على الأعداء مغتليا حتى لينقاد أسرار وأخيار وأن نكون سيدا عاملا أبدا وخادما خدمة ترضى وتختار يا رب صل على المختار والنبي أنهم بداء له خوض وتكرار وهب لي الدر بالمختار ثم بهم الله خالد ما للدر جرار وهب لي الدر بالمختار ثم بهم الله خالد ما للدر جرار